هو أنا ليه باحب شخص هو مش بيحبني؟ وليه دايمًا اللي أنا عايزه بيكون صعب إن أنا أوصل له؟ هو ليه كل ما أعوز حاجة لازم ألاقي عائق إن أنا أوصل لها، أو ألاقي صعوبة إن أنا أوصل لها؟ طب ما أوصل لها بسهولة هيحصل إيه يعني؟ ليه لازم أتعذب؟ لأن لو كل حاجة أنت عوزتها وصلت لها بسهولة، ساعتها مش هتبقى عايش في دنيا، هتبقى عايش في جنة. ولو كل حاجة أنت عوزتها وصلت لها بسهولة، ساعتها مش هتبقى حاسس بقيمتها. لازم تحس بقيمة الحاجة اللي أنت وصلت لها عشان تحس إن في حاجة غالية بين إيديك، ساعتها مش هتتخلى عنها بسهولة. لكن اللي بيجي بسهولة بيمشي بسهولة. وأي عائق بيقابلك عشان توصل لحاجة حلوة، تأكد إن العائق ده بيكون ضريبة أنت بتدفعها مقابل وصولك لحاجة حلوة. لأن مفيش حاجة حلوة أنت بتوصل لها غير لما لازم يكون في حاجة وحشة جواها. فانت لازم تتنازل عن حاجة مقابل ان انت تاخد حاجة تانية، تتنازل بقى عن راحتك، تتنازل عن اي حاجة انت كنت متعود تعملها في حياتك فاضطريت تبطل تعملها. لازم هيبقى في تنازل عن اي حاجة مقابل ان انت توصل لحاجة انت عايزها. وتراهني انك لو حصل وشفت حاجة حلوة وما لقيتش قدامها ولا عائق ولا صعوبات، انك مش هتروح لها ولا هتهتم ان انت تبص لها من البداية اصلا وتهتم، لانها جاية بسهولة. طب ما على فكرة السهل قدامك كتير بس مش بتبقى حاسس بقيمته فبترميه بسهولة. فانت عايز الصعب من البداية، فطبيعي لما بتشوف حاجة وبتحس انها صعبة بتتشد ليها تلقائي. والبني ادم اصلا دايما عينه بتيجي على حاجة الصعبة مش السهلة، وبيتشد ليها وساعات بيختارها بالقصد كمان. فصباح الفل.